بعيدا عن فوز الريال اللي كان اساسا متوقع، وبعيدا عن صدارة المجموعة اللي كمان كانت متوقعة، وبعيدا عن اداء هويسن الاسطوري اللي قاعدين بنشوفه في كل مباراة، بس شو اجمل اشي انتو شفته بريال مدريد الونسو؟ بتحس ريال مدريد بيلعب منظومة واحدة، بتحسهم لاعب واحد نهائيا، ما في انانية بالفريق، الفريق بيلعب منظومة واحدة ومن جميع اللاعبين بدون استثناء، وعلى راسهم فينيسيوس جونيور اللي هو معروف اكثر لاعب بريال مدريد بتحسه اناني، مش لانه سجل اليوم هدف وصنع الثاني، حتى المباراة الماضية فينيسيوس كان من افضل اللاعبين بريال مدريد لانه كان بعيد جدا عن الانانية، وهذا الاشي اللي احنا بدنا اياه من فينيسيوس جونيور، بغض النظر اذا كان اداء مدريد عجبك او لا. بس هاي النقطة هي اجمل نقطة انا بشوفها بريال مدريد من فترة طويلة، انهم كلهم بيلعبوا لبعض وكلهم بيلعبوا مع بعض، ما بتحس انه في انانية في الملعب اساسا. وبما انه زعيم اوروبا ريال مدريد تأهل، اكيد زعيم اسيا الهلال راح يلحقه، و200 مليون بليون تريليون تريليون مبروك للهلال السعودي وجمهور الهلال السعودي، انجاز بينرفع له الراس، وارفع راسك يا سعودي، الهلال بدور ال 16. وبالنهاية وكالعادة هلا مدريد.